بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. أهلا بكل محبينا ومتابعينا على قناة الجماهير والكورة. وقبل دايما ما نبدأ موضوع حلقتنا لازم كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا النهارده إن شاء الله بإذن الله حلقتنا هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي للموسم الجديد. هقول لكم كل الصفقات اللي هي يعتبر قربت من النادي الاهلي والصفقات اللي هي بعدت خالص عن النادي الاهلي، وهيبقى صعب اللي احنا النادي الاهلي يتعاقد مع الصفقات دي. طبعا عندنا اول صفقه الاهلي يعني خلاص مضت للنادي الاهلي ووقع والدنيا تمام ومفيش اي مشكله، طبعا كلنا عارفين هو امام عاشور لاعب نادي الزمالك وجه من نادي ميتلاند ووقع بعقد لمده 5 سنوات. طبعا الصفقه قيمه الصفقه اتكلفت على النادي الاهلي 3 مليون و200 الف دولار، واللعيب هيتقاضى في السنه 14 مليون جنيه غير عقود الرعايه والاعلانات. طبعا ده فئه اولى في النادي الاهلي. طب ايه الصفقه الثانيه اللي الاهلي كان بيتكلم عليها واللعيب موقع مع النادي الاهلي من السنه اللي فاتت؟ هو محمد رضا بوبو، اللعيب طبعا الموهوب خط وسط نادي فيوتشر. ده اللعيب ده يا جماعه كان موقع مع النادي الاهلي ومفيش اي مشكله السنه اللي فاتت، بس المشكله اللي نادي فيوتشر يعني غالي قوي في طلباته من السنه اللي فاتت للعيب، وطبعا الاهلي انسحب من الصفقه وقال خلاص احنا مش عايزين اللعيب، لان الفرقه طبعا كانوا بيلعبوا في الكونفدراليه السنه اللي فاتت وقال لك احنا مش هنتخلى على كل لعيب محتاجينه في الكونفدراليه، فالاهلي قال خلاص. طبعا اللعيب كان موقع للنادي الاهلي. طبعا احنا في السنه اللي احنا فيها الجديده ديت، طبعا اللعيب وقع تاني بعد نهايه الموسم للنادي الاهلي، وكان قريب جدا جدا اللي هو ينتقل للنادي الاهلي الموسم ده. طبعا اللعيب وقع وكل حاجه والدنيا تمام ومفيش مشكله، والاهلي عقد جلسه مع نادي فيوتشر اكتر من جلسه، فاكتشف النادي الاهلي مره واحده ان اللعيب نادي فيوتشر عامل عليه مزاد كبير جدا جدا جدا، ونادي بيراميدز داخل في الصفقه. فمفاوضات رايحه وجايه، مفاوضات رايحه جايه، مفاوضات رايحه وجايه. اتفاجئ النادي الاهلي اللي هو طبعا كان الاول كان هيدفع في اللعيب حوالي 40 مليون جنيه، القيمه اللي كان محددها نادي فيوتشر. فطبعا لقينا نادي فيوتشر طالب في اللعيب من 80 ل 100 مليون جنيه. يعني دلوقتي فتحوا مزاد كبير جدا على اللعيب. وطبعا الاهلي عشان نجيب ملخص الموضوع ده يا جماعه ونلخص في الموضوع ده، الاهلي يعتبر صرف النظر على صفقه بوب خلاص، واللعيب كده 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 قريب جدا اللي هو يمضي لنادي بيراميدز، يعني ممكن يكون كمان مضى للنادي. فهو اللعيب خلاص يا جماعه. امير توفيق كلم اللعيب وقال له احنا انسحبنا من الصفقه خلاص عشان خاطر نادي فيوتشر يعني غلى جدا على النادي الاهلي 80 مليون جنيه. طبعا ده سعر لعيب يعني مش في مصر، يعني لعيب لو جينا حسبناه يبقى لعيب ثمنه 2.5 مليون دولار، طبعا كتير جدا على لعيب في الدوري المصري. فطبعا الاهلي انسحب من الصفقه، واللعيب اتصل والامير توفيق اتصل باللعيب واعتذر له وقال له خلاص احنا انسحبنا من الصفقه. وكده يا جماعه محمد رضا بوبو مش هيلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعتبر قطع علاقاته بنادي فيوتشر وهيرجع كل اللعيبه المعاره من عنده. ده بالنسبه لرضا محمد رضا بوبو عشان خاطر نقفل الموضوع دوت. طب نيجي للموضوع الثاني اللي هو المهاجم اللي عامل صداع كبير في راس كولر واداره النادي الاهلي وكل المواضيع. طبعا النادي الاهلي محتاج راس حربه قوي جدا، ده احنا بقالنا سنتين بنتكلم في الموضوع ده، اللي احنا عايزين راس حربه يكون قوي، وكميه الهجمات اللي جماهير النادي الاهلي اللي لعيبه النادي الاهلي بتضيعها. طبعا بنشوف فرص كبيره جدا. طبعا راس الحربه يعني الاهلي محتاج راس حربه قوي 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 جدا. فطبعا اكتر لعيب كان مرشح للنادي الاهلي او اكتر اتنين كان اللعيب بتاع نادي ميتلاند اللي هو فيليب كرواسو، واللعيب دوت يعني المشكله اللي كان فيه مفاوضات مع النادي الاهلي وكل حاجه، واللعيب ارقامه كويسه جدا قوي مع نادي ميتلاند الدنماركي فيليب كرواسو. بس النادي الدنماركي اللعيب جاي له عقد احتراف من نادي بلاك بيرن. فطبعا الموضوع بعد ما دخلنا في مفاوضات مع اللعيب واللعيب كان هيخلص خلاص، بس اداره نادي ميتلاند الدنماركي فضلوا اللي هم يبيعوا اللعيب لنادي بلاك بيرن، واللعيب دلوقتي اتنقل لنادي بلاك بيرن يلعب في الدرجه الثانيه في انجلترا. طب مين اللعيب التاني اللي الاهلي كان حاطه برده مع الاهلي؟ برده بيحط كذا صفقه قدامه عشان لو صفقه فشلت اللي انت تتعاقد معاها، فبيحط طبعا ايه بلان 1 وبلان 2 وبلان 3.
فايه الصفقه الثانيه اللي يعتبر الاهلي كان مخلصه خالص؟ صفقه جوستافو سوزا، لاعب جون بوك الكوري. اللاعب ده يعني ارقامه مش احسن حاجه، بس هو مارسيل كولر طالب اللعيب دوت، يعني عايز هو اللعيب ده. هو لعيب حلو جدا على فكره جوه منطقه الجزاء، يعني عنده بيخلص جوه المنطقه، بس اللعيب ارقامه مش اكتر حاجه او احسن حاجه. طب ايه اللي حصل في الصفقه دي؟ الصفقه دي كانت خلاص خلصت، واللعيب اتفق كان هياخد 900,000 دولار في السنه، ونادي جون بوك الكوري كان هياخد وهيستغنى عنه ب 800,000 دولار وخلاص، والموضوع تمام والدنيا زي الفل ومفيش اي حاجه. طبعا اللي كان عندهم اخر ماتشين في الدوري الكوري، فاللعيب ابتدى يلعب، ابتدى يجيب اجوان، فطبعا هم باعوا النجم بتاعهم اللي هو نجم فريق جون بوك الكوري، راس الحربه اللي كان بيلعب، باعوا النادي في اوروبا. فطبعا هم ما عندهمش راس حربه موجود دلوقتي الا جوستافو سوزا، فطلبوا من النادي الاهلي اللي هو فاضل ماتشين هيلعبهم، وبعد كده اللعيب خلاص هنتم التعاقد واللعيب هيكون موجود عندكم. طبعا اللعيب لعب المباراتين مفيش اي حاجه، وفريق الكوري تعاقد مع 2 لعيبه، واحد تحت السن واحد كوري، الاثنين كوريين وخلاص ومفيش اي مشكله. المفروض جوستافو سوزا خلاص بقى يتم تعاقده مع النادي الاهلي. فاصبح دلوقتي الصفقه ولا النادي الكوري رد على الاهلي ولا اللعيب رد على الاهلي، والصفقه دلوقتي معمول لها هولد بعد ما كانت قريبه بنسبه كبيره جدا، بنسبه 99%. فدلوقتي الصفقه يعني راحه جايه، نسبه 50-50 لجوستافو سوزا ينضم للنادي الاهلي. وعلى ما اعتقد ممكن الاخبار اللي جايه لنا ان الصفقه مش هتتم واللعيب هيجدد مع فرقته الكوريه. طبعا الاهلي طبعا يعني احنا الاهلي مش بيفاوض لعيب ولا لا، الاهلي بيفاوض كذا لعيب. في لعيب كمان الاهلي دلوقتي بيفاوضه اسمه اكور، اللعيب ده بيلعب في نادي سايتس النرويجي. اللعيب ده ارقامه حلوه جدا، لعب يعتبر حوالي 30 مباراه، سجل 15 هدف وعمل 9 اسيست. اللعيب ده اسمه اكور، لعيب نيجيري عنده 25 سنه، لعيب محترم جدا، راس حربه محترم جدا. فالاهلي ممكن يخلصوا خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، ونخلص من الصداع بتاع راس الحربه دوت اللي هو عامل ازمه كبيره جدا في النادي الاهلي. ده بالنسبه لموضوع المهاجم. نخش بقى على اخر موضوع معانا، وهو موضوع رضا سليم، الموهبه المغربيه للنادي الاهلي، بقاله فتره عاوز يتعاقد مع اللعيب دوت. النادي الاهلي قدم عرض رسمي لنادي الجيش الملكي بقيمه 1,800,000 دولار للتعاقد مع رضا سليم، الموهبه المغربيه، الجناح الطاير، يعني لعيب بصراحه هيبقى مستقبل الكره المغربيه. اللعيب ده انا متابعه بقالي كتير جدا في الدوري المغربي، لعيب كورته حلوه، بيرقص 1 على 1، بيجيب اجوان، بيستغل الفرص، يعني لعيب كبير جدا. لو الاهلي تعاقد مع الصفقه ديت هتبقى صفقه، يعني اللعيب عنده كمان 23 سنه. طبعا اللعيب كان متقدم له عرض من نادي الوحده الاماراتي، واللعيب رفض العرض دوت مع ان العرض ده بقيمه كبيره، وهو اللعيب مشتري النادي الاهلي. طب ايه اللي جد في الصفقه ديت؟ الاهلي بعت عرض ب1,800,000 دولار، لغايه دلوقتي نادي الجيش الملكي ما ردش على النادي الاهلي في الموضوع دوت. طب ايه اللي هيخلي الاهلي يتحرك؟ لان اللعيب متمسك بالنادي الاهلي، ان نادي الجيش الملكي وصل له عقد احتراف، عقد اوروبي من نادي بازل السويسري. طبعا نادي بازل السويسري نادي كبير جدا في سويسرا، والنادي ده بيصدر لعيبه للدوريات الكبرى. انتوا عارفين اللي هو صدر قبل كده وطلع محمد صلاح والنني، فالنادي ده بيعرف يجيب اللعيبه وبيعرف يسوقها كويس. فالاهلي هيتحرك عاجلا عشان خاطر ينهي صفقه رضا سليم، وخلال الاسبوع اللي احنا فيه ده ان شاء الله باذن الله هتلاقوا في عرض وصل لنادي الجيش الملكي، وان شاء الله باذن الله بنسبه 99% رضا سليم هيبقى لعيب في النادي الاهلي. بنسبه 1% بس الصفقه ممكن تروح لبازل السويسري او لاي نادي اوروبي او لاي نادي عربي. بيراميدز خرج من الصفقه عشان خاطر نبقى واضحين، بيراميدز مش موجود في الصفقه النهائيه يا جماعه. فهو رضا سليم بنسبه كبيره ان شاء الله باذن الله هيكون في النادي الاهلي، وهتبقى صفقه مدويه مع صفقه امام عاشور. يعني النادي الاهلي هيعمل ماركاتو، ولسه يا جماعه معانا حصريات جامده قوي وصفقات للنادي الاهلي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. وختم السلام، سلام عليكم.